طيب يا شباب ونكمل كلامنا وندخل في شرح جزئية جديدة من حصة النهاردة وندخل في شرح السنتريول. طبعا ما كانش يشرح النهارده المايكروتوبيولز وما نشرحش معاها السنتريول. ايه هي السنتريول دي؟ والله يا شباب السنتريول دي جايه من كلمة سنتر يعني جسم مركزي او مركز. السنتريول دي هو تصغير لكلمة مركز او اسمه مركز. ايه هو اللي محتاجين نعرفه عن السنتريولز؟ مبدئيا ده الشكل بتاع السنتريول يا شباب اللي هنبدا نفصصه ان شاء الله. والله انا محتاج برضه زي باقي العناصر الثانيه، محتاج اشوف الاستراكشر بتاعه، التركيب بتاعه، سواء التركيب باللايت مايكروسكوب او سواء التركيب بالالكترون مايكروسكوب. وان شاء الله لما نشوف التركيب بتاعه يبقى كده تقريبا خلصنا اداء الجزئيه، ونشوف بس الفانكشن بتاعه في 5 دقائق ان شاء الله، ويبقى كده خلصنا الجزئيه ديت ان شاء الله. جميل. ايه هو السنتريول ده؟ موجود شكله عامل ازاي في الميكروسكوب؟ والله اللي حصل العلماء برضه ابتدوا يمسكوا اول حاجه ميكروسكوب ضوئي ويشوفوا السنتريول ده عامل ازاي. لقوا ايه؟ لا والله ما لقوش سنتريول واحد، ده لقوا ايه؟ لقوا سنتريولز جمع. لقوا سنتريولز. يعني ايه لقوا سنتريولز؟ والله لانهم لقوا اللي شافوه باللايت ميكروسكوب ايه يا شباب؟ والله شافوا الشكل ده بالظبط. واحد اثنين دايرتين سمول سيركل، دايرتين صغيرين وباهتين، وهم دول اللي شافوه باللايت مايكروسكوب. حاجه ثانيه شافوها الدايرتين دول، قال لك والله لا، ده الدايرتين دول هم ايه؟ هو دي واحده سنتريول ودي السنتريول الثانيه سنتريول. يعني هم طلعوا كام سنتريول؟ هم طلعوا 2 سنتريول. السنتريول ديت لقوها موجوده فين؟ والله لقوها حواليها منطقه اهيت، منطقه موجوده اهيت حواليها. المنطقه دي فيها ايه؟ المنطقه دي ممسوحه لما نشوفها باللايت مايكروسكوب باستخدام صبغه اسمها ايرون هيماتوكسيلين. وسمعناها فين الصبغه ديت؟ والله سمعناها في الميتوكوندريا، دي الصبغه برضه اللي باللايت مايكروسكوب نقدر نشوف من خلال الميتوكوندريا. حد فاكر كانت تاني بالميتوكوندريا بتشوف الايرون هيماتوكسيلين وايه تاني؟ بالظبط الجيسون جرين. حطوا الايرون هيماتوكسيلين باللايت مايكروسكوب، حطوا الايرون هيماتوكسيلين على السنتريول دي وشافوا ايه؟ شافوا الدايرتين دول وشافوا حواليها منطقه من السيتوبلازم، منطقه هي حواليها. المنطقه دي ممسوحه، منطقه باهته من السيتوبلازم. اكتشفوا بعدين المنطقه اللي اسمها السيتوبلازم دي اسمها ايه؟ دي منطقه السنتريسوم، او مركز الخليه. يعني السنتريول ديت بتبقى موجوده فين؟ دي بتبقى موجوده في المركز بتاع الخليه. يعني لو الخليه، لو رسمنا هي خليه مثلا، هي خليه، هنلاقي ايه؟ هنلاقي المركز بتاعها في النواه بتاعتها في المركز اهوت، وجواها شبكه اندوبلازميه اهيت. لو في المركز جنب المركز دوت في المنطقه الثانيه اهيت اللي فيها الكورتين دول، الكورتين دول هم السنتريول، والمنطقه اللي في المركز اللي جنب النواه ديت هي منطقه السنتروسوم او الجسم المركزي. فبالتالي مع بعض احنا كده عرفنا فين السايت، كده عرفنا فين السايت بتاع السنتريول ديت موجود فين؟ موجود في سنتر نير نيوكليوس، موجود في السنتر جنب النواة، في سنتر السيل. طيب ده كان بالنسبه لللايت مايكروسكوب. ابتدوا يجيبوا ايه بقى؟ ابتدوا من الحمد لله هم عرفوا ان هم 2 سنتريول، ابتدوا يجيبوا سنتريول واحده ويشوفوا هل يا ترى في تفاصيل زياده يقدروا يشوفوها بالالكترون مايكروسكوب ولا لا. لو ايه يا شباب؟ والله ابتدوا يحطوا الميكروسكوب اهو الالكتروني بنسبه تكبير عاليه، استوعبوا المنظر ده يا شباب. نبدا بقى نحلل المنظر ده بهدوء كده ونشوف مع بعض هو ايه السنتريول ده ايه واثناء مع الميكروتوبيولز. والله انا تقريبا شايف مايكروتوبيولز قدامي، ده فيها شبه كبير قوي الميكروتوبيولز. ده حقيقه يا شباب فعلا. ليه بقى يا شباب؟ الميكروتوبيولز كانت عباره عن ايه؟ والله كانت عباره عن شكل اسطواني اهوت، شكل اسطواني، وبيتكون من ايه؟ بيتكون من دوائر صغيره، من دوائر صغيره اهيت، بيتكون من مايكروتوبيولز صغيره، توبيول صغيره. جميل. اما بالنسبه للسنتريول بقى يا شباب، لا بالنسبه للسنتريول لا هو عباره عن ايه؟ لا هو عباره عن برضه عن مايكروتوبيولز، عباره عن مجموعه من القنوات او الانابيب، والانابيب دي حجمها صغيره بس مترتبه بشكل غير الشكل بتاع المايكروتوبيولز ديت. بيتكون من تركيب تاني بروتيني غير بروتين التبيولين اللي بيتكون المايكروتوبيول. بيتكون من السنتريول والله لو السنتريول بيتكون من 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لو بيتكون من 9 اشكال اسطوانيه، بيتكون من 9 اسطوانات كبيره، 9 مجموعات من الاسطوانات. دي مجموعه اسطوانيه ودي مجموعه ثانيه ودي مجموعه ثالثه، بيتكون من 9 مجموعات اسطوانيه مترتبين مع بعض بشكل دائري. يعني نفرض لو اتفرد مثلا هيبقى شكله عامل ازاي؟ لو اتفرد هيبقى شكله عامل كده، دي اسطوانه اهيت ودي اسطوانه اهيت ودي اسطوانه اهيت. ابتدى الشكل المجموعات الاسطوانيه ديت تعمل ايه؟ تبدا تتكون في شكل دائري عشان تكون لي السنتريول الواحد ده. جميل.
في حاجه ثانيه ملاحظينها في الرسمه ديت، والله برضه انا ملاحظ ان مش مجرد شكل اسطوانه اهوت محوط واللي هو التجويف بتاعه فاضي، لا ده الاسطوانه ذات نفسها الواحده بتتكون من مجموعه من 3 دوائر. انا شايفها اهو 3 دوائر. قال لك ده حقيقي فعلا لان المجموعه عباره عن مجموعه اسطوانيه، والمجموعه بتتكون من 3 اسطوانات صغيره. اسمها ايه الاسطوانات ديت او اللي اسمها ايه التبيول الصغيره ديت؟ والله اسمها بتتكون من بروتين اسمه بروتين A، بروتين B، بروتين C. دي المجموعه الواحده. والمجموعه اللي جنبها برضه بتتكون من بروتين A، بروتين B، بروتين C، وهكذا لغايه ما وصلنا لتكوين السنتريولز ذات نفسها. فبالتالي لقينا ايه بقى؟ فبالتالي السنتريول الواحده هي سنتريول يبقى فيها كم مجموعه اسطوانيه؟ فيها كم مايكروتوبيولز؟ والله يبقى فيها 9 في 3 اللي هي 3 مجموعات A و B و C في 9 اسطوانات اهوت، يبقى بيدينا كام؟ بيدينا 27 مايكروتوبيولز. يبقى السنتريول بيتكون من 27 مايكروتوبيولز. ده بالنسبه للسنتريول الواحد. طيب السنتريول الثاني لقوه فين؟ بالنسبه للسنتريول الواحد اهوت او دايره واحده اهي اللي كان شايفها باللايت مايكروسكوب. السنتريول الثاني دي دايره واحده اهي. السنتريول الثاني بنفس الكيفيه كانت دايره ثانيه اهيت بس بشكل متعامد على السنتريول الاولاني. يعني ما طلعوش باللايت زي ما شفناه باللايت مايكروسكوب مجرد دايرتين جنب بعض، لا دايره واحده كان فيها تراكيب ثانيه ادق. لازم عشان نشوفها كنا محتاجين ميكروسكوب الكتروني. طلعت دايره موجوده اهيت وكانت عليها دايره ثانيه متعامده عليها اللي هي السنتريول الثاني. طيب عشان بقى الدقه بتاعت الميكروسكوب الالكتروني، العلماء كمان كانوا يحللوا التبيول الواحده دي، ابتدوا يقارنوا ما بين A وابتدوا يقارنوا ما بين B وبيقارنوا ما بين C. لو ايه يا شباب؟ عشان تعرف مدى الدقه اللي العلماء اللي كانوا فيها. لو ايه يا شباب؟ التبيولز نفسها مش مترتبه بالشكل 1 2 3. ده مترتبه بالشكل 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تقول لي انا شايف نفس الشكل، انت بتغفلنا ولا ايه؟ مش فاهم. انا شايف نفس الشكل بالظبط. اقول لك لا انت شايف نفس الشكل. شايفين يا شباب الحته ديت؟ شايفين دي واحد الحته دي المنطقه ديت؟ المنطقه دي يا شباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك التبيولز مش موجوده بالشكل ده. دي موجوده ايه؟ بتتكون من تبيول واحده او اسطوانه واحده او اسطوانه واحده كبيره هي دي الاسطوانه A، والاسطوانه B والاسطوانه C مش بادئه باسطوانه كامله. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن امتداد للاسطوانه A، امتداد ليها. يعني الاسطوانه B بقت عامله كده، الاسطوانه B، والاسطوانه C بقت عامله كده، اسطوانه C. مش 3 اسطوانات كل اسطوانه لوحدهم. دي امتداد كل ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن امتداد للاسطوانه الام او الاسطوانه الاصليه اللي هي الاسطوانه A. فبالتالي الرسمه دي زي ما انتم ملاحظين في الرسمه احنا كنا رسمناها بشكل دقيق. قلنا A وبعدها الامتداد بتاعها ما رسمناش اسطوانه كامله، لا ده احنا رسمنا جزء او نص اسطوانه واحده بس طالع من A او متفرع من A. ده بالنسبه للاثنين السنتريول. المنطقه بقى اللي حوالين السنتريول اللي شفناها في الميكروسكوب، هل بالك هنا؟ قال لك فعلا في منطقه حوالين السنتريول اللي جنب النواه دي اسمها المنطقه المركزيه او السنتروسوم. وطبعا ده درسناها في الثانويه عامه. السنتروسوم ده كان له دور في الانقسام، وده هنشوفه ان شاء الله لما نبدا نخش في جزئيه الفانكشن بتاعه السنتريولز اللي موجوده. ننتقل لجزئيه جديده نحاول مع بعض نشوف الفانكشن بتاعه السنتريول. نبدا بس نمسح الرسمه دي خلاص ما بقاش لها لازمه دلوقتي، ونشوف نحاول نطلع مع بعض الفانكشن بتاعه السنتريول. احنا قلنا دلوقتي حالا السنتريول بشكل عام سواء شكلها تحت الميكروسكوب احنا اتفقنا انها ايه؟ فيها شبه كبير من المايكروتوبيولز نفسها. ليه؟ تقريبا هي برضه عباره عن تيبيولز صغيره مايكروتوبيولز بس مترتبه بشكل مختلف عن اللي درسناها قبل كده في السيتوسكيلتون. جميل. هل يا ترى في الفانكشن هنلاقي كده ولا هنلاقي في اختلاف؟ قال لك والله الفانكشن تقريبا 70 80% نفس الفانكشن بتاع المايكروتوبيولز لان في النهايه نفس التركيب او الاستراكشر بتاعه اللي تحت الميكروسكوب. جميل. نبدا مع بعض نحاول نشوف الفانكشن بتاعت السنتريول. لقينا ايه يا شباب؟ والله لقينا ان السنتريول دي ذات نفسها ليها كام فانكشن؟ ليها مثلا 4 فانكشن. اول حاجه كانت بتعمل ايه؟ اتفقنا كانت اول وظيفه في السنتريول كانت ايه؟ الديفيجن، سيل ديفيجن زي المايكروتوبيولز بالظبط. السنتريول كانت بتشارك في الانقسام الخلوي. ازاي بيتم في الانقسام الخلوي؟ والله دي كانت بتشارك في المرحله اللي فيها بعد ما عملنا تضاعف بتاع الكروموسوم تبدا كل خليه تاخد نسخه من الكروموسومات عن طريق حاجه اسمها خيوط المغزل. خيوط المغزل مين اللي كان بيبدا يكون خيوط المغزل ويسحبها؟ والله كان السنتريول بمساعده المايكروتوبيولز هي اللي كانت بتبدا تروح على كل جانب من جانبي الخليه. دي بالنسبه للوظيفه الاولى بتاع السنتريول. ننتقل لوظيفه ثانيه كانت برضه السنتريول كانت بتعمل حاجه احنا شفناها قبل كده اللي هي سيليا
وفلاجيلا. سمعناها فين الوظيفه دي؟ نفس المايكرو توربيول بالظبط. المايكرو توربيول ده عامل برضه سيل ديفيجن وعامل برضه سيليا وفلاجيلا، نفس اللي قلناها. السيليا عشان موجوده في القناه التنفسيه عشان تطرد اي جسم غريب داخل القناه التنفسيه. فلاجيلا طويله عشان السبيرم. ده بالنسبه للوظيفه الثانيه ممكن حاجه جديده. فاكرين يا شباب في المايكرو تيبيولز لما اتفقنا ان المايكرو تيبيولز لها وظيفه معينه، كانت لها دور زي السكك الحديديه، تبدا تحدد اتجاه المواد ونقل المواد الموجوده في السيتوبلازم. مش مجرد هيكل الخليه، ده تعمل طرق نفسها، تهيكل طرق موجوده جوه الخليه علشان تبدا تنقل منها المواد الغذائيه. فاكرين؟ طيب بالنسبه برضه للسنتريول لها برضه وظيفه في النقل او تحديد مكان. نقل وتحديد مكان. تحديد نقل ايه بالظبط وتحديد مكان ايه بالظبط؟ قال لك والله دي اللي بتحدد مكان الخليه ككل، دي لها دور نقل او هيبه السيل، لها دور في الميجريشن بتاع السيل. ازاي بس؟ وفهمني الجزئيه دي معناها ايه؟ هقول لك والله السنتريول دي بتشتغل زي البوصله اللي موجوده في الجسم، بتشتغل بالبوصله، بتعمل البوصله. والله اللي تبدا تجمع لي الخليه اللي كانت موجوده دي خليه اهيت، تبدا تحدد لي ايه؟ تبدا تحدد لي فين هتبقى النواه بتاعتها هتبقى فين؟ فين؟ السطح الامامي من الخليه وفين السطح الخلفي من الخليه؟ مكان كل عضو موجود هيبقى مكانه فين؟ تبدا تشوف مكان كل عضو من عضوات الخليه بيبقى مكانه فين؟ تحدد اتجاه القطبيه بتاع الخليه، اتجاه القطبيه بتاعتها. ده كان بالنسبه للوظيفه الثالثه، ليه دور في تحديد المكان بتاع هجره الخليه او تحديد مكان العضويات في الخليه. ننتقل بقى شباب للوظيفه الجديده ودي الوظيفه الاخيره، ودي حاجه جديده بقى اللي ما سمعناش عنها في بروتوبيول. زي ايه؟ والله الوظيفه ديت هي ايه؟ تكوين تيبيول. تكوين المايكروتيبيولز. يعني ايه الموضوع ده؟ السنتريول بتشتغل زي الورشه كده يا شباب. الورشه جواها بيتم تجميع اجزاء البروتين زي التوبيولين عشان يبدا يصنع لي ايه؟ صناعه المايكروتيبيولز ديت. طيب هل هي المسؤولة عن الوظيفة ديت؟ لا مش هي، المسؤول عنها هو منطقة السيتوبلازم. منطقة السيتوبلازم اللي هو حوالين السنتريول، زي ما اتفقنا في اللايت ميكروسكوب 2 سنتريول اهوت وحواليهم سيتوبلازم. السيتوبلازم اللي حواليهم اللي هو عامل ازاي؟ اللي هو عبارة عن طبقة من الدنس سيتوبلازم. المنطقة داكنة تحت اللايت ميكروسكوب، دي شغالة زي الورشة اللي فيها بيتم تجميع أجزاء الميكروتوبيولز وبيتم نقلها على مدار الخلية علشان تقوم بالوظيفة المعينة. وده يتشكل ببساطة جزئية السنتريولز اللي بتكون الخلية. بالنسبه للشكل بتاعها بيبان ازاي، وبالنسبه للفانكشن واتفقنا بالنسبه للشكل بتاعها اللايت ميكروسكوب مش بيبقى واضح او بيبقى الصوره بتبقى باهته، بيبقى نسبه تجميل ضعيف فمش مهمه اصلا. واستخدمنا فيها الايرون هيماتوكسيريا. بالنسبه للالكترون ميكروسكوب ده اللي كان محتاجه تركيز شويه، لانها زي المايكروتوبيولز بالظبط مجموعه من الخيوط مرتبه بشكل اسطواني. كمل كلامنا مع اخر جزئيه في حصه النهارده وهي بعنوان الموديفيكيشن. موديفيكيشن ايه؟ موديفيكيشن السنتريول. يعني ايه؟ هي عباره عن مجموعه، عباره عن تعديلات معينه حصلت للشكل الاساسي اللي احنا عارفينه من السنتريول علشان يبدا يناسب الوظيفه الجديده اللي احنا محتاجينها. ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ ايه الشكل الاساسي بتاع السنتريول؟ الشكل الاساسي بتاع السنتريول كان عباره عن 9 مجموعات اسطوانيه، المجموعه الواحده عباره عن 3 تبيول، يعني اجمالي 27. الاجمالي اهوت 27 تبيول. كم مجموعة؟ 9 جروب، 9 مجموعات اسطوانية، كل جروب عبارة عن 3 من تبيول بحيث تكون الإجمالي 27 تبيول. وده كانت إيه؟ ده السنتريول اللي إحنا عارفينه اللي كان ليه الوظائف اللي إحنا عارفينها، الأربع وظائف اللي إحنا اتفقنا عليهم اللي هي كانت إيه؟ والله ده اللي كان بيكون فلاجيلا، ده اللي كان بيعمل سيل ديفيجن، ده اللي كان له دور في السيل ميجريشن وهكذا. ده السنتريول اللي احنا عارفينه. ابتدى ايه اللي يحصل؟ والله ابتدى العلماء يلاحظوا تحت الميكروسكوب، ابتدوا يشوفوا تراكيب ثانيه، لو انها نفس تركيب السنتريول مع تغيير بسيط. يعني التركيب الجديد اللي احنا هندرسه دلوقتي هيبقى نفس تركيب السنتريول، سنه بس او حاجه بسيطه بس اللي متغيره علشان يناسب الوظيفه الجديده. جميل. نخش على طول الموضوع ده موديفيكيشن. والله الموديفيكيشن بتاعته كانت طلعت لي ايه؟ ده طلعت لي السيليا. ايه هي السيليا؟ اتفقنا السيليا هي عباره عن ايه؟ والله السيليا ديت عباره عن ايه؟ الاهداف شفناها في قناه فالوب او شفناها في القناه التنفسيه، مجموعه من الاهداف، مجموعه من الخطوط او الشعر. ده دي السيليا يا شباب، سيليا مجموعه خطوط اهي. السيليا مجموعه من السيليا. طيب نبتدي بس نشوف التغيير عشان نشوف التغيير اهوت. ولا الشكل ده لشكل ايه؟ لشكل لسه ما عرفناهوش. نبتدي نشوف اهوت، نبتدي نجيب ميكروسكوب الكتروني نحط تحته سيليا واحده علشان نشوف اتحولت لشكل عامل ازاي. اللي هو ايه بقى يا شباب؟ والله لما ابتدوا يجيبوا السيليا نفسها لقوا ان السيليا الواحده بتتكون من 3 اجزاء. الاستراكشر اهو تحت الميكروسكوب ستراكشر عباره عن 1 2 3.
اول حاجه لو اللي هو عباره عن بتتكون من ايه؟ والله لو ليها حاجه اسمها بيزل، لو ليها قاعده. جميل. ولو ايه تاني؟ والله لو برضه حاجه اسمها الاكزون، اكزون او ذراع او العنق. لو تالت حاجه لو ايه؟ والله برضه لو حاجه اسمها روتلت، روت جاي من ايه؟ جاي من جسر. ده بالنسبه لايه؟ ده الاستراكشر بتاع السيليا بالالكترون مايكروسكوب. لو بيتكون من حاجه اسمها بيزل او قاعده، لو بيتكون من اكزون او عنق، لو بيتكون من روتلت او جذر. جميل. هنبتدي بقى عشان نشوف كل تركيب من المكونات ديت عباره عن ايه. زي ما شفنا بالالكترون ميكروسكوب ده التبيول ذات نفسه بيتكون من ايه؟ سواء التبيولز اللي فيها عباره عن ايه. هنبتدي نشوف البيزل بيتكون من ايه، التبيولز اللي فيها عامله ازاي، وهكذا برضه الاكزون نشوف فيها كم مجموعه من التبيولز نيبات مترتبه عامله ازاي، وبالتالي يدينا لمحه عن الوظيفه بتاعتها. طيب بالنسبه للبيزل الشباب او القاعده، فين هي القاعده؟ والله القاعده ديت، القاعده ديت ده الجزء المتحرك في السيريا اهوت، وليها ايه؟ لها قاعده تثبيت عاديه، قاعده تثبيت اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو نفس السيريا بتاعتها اللي هو عباره عن ايه؟ نفس السنتريول بالظبط، نفس السنتريول بالظبط، نفس السنتريول بالظبط. يعني ايه نفس السنتريول بالظبط؟ والله يعتبروها مرحله انتقاليه. احنا قلنا ديت عباره عن موديفيكيشن، التعديل ما بيجيش مره واحده، اعتبروها مرحله انتقاليه. ابتدى ننتقل من الشكل ده ننتقل لشكل لسه هنبتدي ندرسه كمان شويه اللي هو السيريا. نفس اللي هو ايه؟ عباره عن 9 مجموعات من 3 أنيبات للمجموعة الواحدة، يبقى بتساوي كام؟ إجمالي 27 أنيبوبة. جميل. ده بالنسبة للبيزل. طب ننتقل لحاجة جديدة اللي هو الأجزاء. كده درسنا الجزئية ديت وقلنا إن هي مرحلة انتقالية ما بين السنتريول عشان يكون السيليا. ننتقل بقى للجزئية ديت، الأجزون ده عايزين نشوف بيتكون من إيه. والله لما ابتدوا يمسكوه حطوه تحت الميكروسكوب وابتدوا يشوفوا بيتكون من إيه، لقوا إيه يا شباب؟ والله لقوا الشكل اللي إحنا هنشوفه ده. والله أنا شايف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9. أنت عايز تقول إن هم شافوا نفس التركيب بتاع السنتريول بالظبط، التعديل كان نفس التركيب بالظبط، وشافوا إيه بقى؟ نفس اللي يشوفوا بإيه؟ أهو. إيه ده كده أنا شايف الموضوع ابتدى يختلف أهو. ده أنا شايف بدل ما كانوا 3 ابتدوا يبقوا 2. قال لك بالظبط يا شباب ده اللي حصل. A B لقوا ايه بقى يا شباب؟ والله لقوا في الاكزون، لقوا التركيب بتاعه ابتدى السنتريول عشان يناسب وظيفه السيليا في الحركه، ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يقلل العناصر بتاع المجموعه الواحده، بدل ما كان المجموعه بتتكون من 3 بقت تتكون من 2. وحتى شباب فكروا بقى بالعقل كده. المفروض ان السنتريول دي حاجه جامده او ثابته ما بتتحركش، عايزين نحولها لحاجه تتحرك، نعمل ايه؟ نخفف وزن العربيه. مثلا لو عربيه ثابته هي ما بتتحركش، عايزين نبدا نحاول نحرك العربيه شويه، او نعمل ايه بقى؟ والله لو فيها حاجات تقيله جوه العربيه نبتدي نشيلها، نبتدي نخفف وزن ونرميه. فاهمين؟ عشان العربيه تبدا تتحرك شويه. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عشان السنتريول يبدا يحول لسيليا ابتدى يخفف وزنه بان هو يشيل ايه؟ ابتدى يشيل التبيول اللي في الاخر ديت، اللي في الاخر بدل ما كان بيتكون من A B C بقى يتكون من A و B بس، A و B. وما تنسوش يا شباب بنفس الطريقه اللي قلناها اللي بيتكون من A و B، بحيث ان ال A هي نفسها المركزيه وB تنشا كامتداد ليها. يعني ال A هي يعني شفناها هي ال A موجوده اهيت، دي ال A اهيت، البي ما بتطلعش بتطلع جنبها هي، لا دي بتطلع كامتداد للايه. ايه ده هو الشكل الصح، ده الشكل الصح، ده غلط. ده امتداد للبي اللي تحس انها مقطوم منها حتتين. لما بتدرسوا الاي ذات نفسها لانها بتتكون من، او البي لو بيتكون من عناصر او تراكيب صغيره اسمها البروتوبلاست. لو ان الاي بيتكون من 13 بروتوبلاست، اما البي اللي تحس انها اتقطم منها حته فهي فعلا اتقطم منها ونزلت لكام؟ ل 11 بروتوبلاست بس، ل 11 بروتوبلاست. طيب نبتدي بقى عشان الموضوع من الرسمه ديت نبتدي ندخله للاكزون، ندرس مع بعض الاكزون بيتكون من ايه؟ هو ايه يا شباب؟ هو 9 مجموعات، 9 مجموعات، بحيث المجموعه بتساوي كام انبوبه؟ كام؟ بتساوي 2 انبوبه، بتساوي 2 انبوبه. يبقى كده اجمالي كله كام؟ اجمالي كله 2 في 9 ب 18. لا يا شباب اجمالي كله لا بتساوي كام؟ لا بتساوي 20 انبوبه. يعني بتتكون من 9 مجموعات، كل مجموعه فيها انبوبتين، الاثنين في 9
ب 18 بس هم لقوا 20 انبوبه، جبت منين ال 20 انبوبه؟ مش فاهم يعني هتجيبهم منين تاني؟ قال لك لا هم لقوا في ايه؟ لقوا في المركز اهوت واحد اثنين. لا ايه المركزيه موجوده اهي، ايه المركزيه اهي، ولو جنبها انبوبه كمان اللي هي بي. يعني اجمالي كل الاجزم بيتكون من كام؟ بيتكون من 20 انبوبه، التسع مجموعات في 2 مع 2 في الوسط يبقى 20 انبوبه، بحيث ايه؟ بحيث ان احنا قللنا الوزن، بدل ما كان السنتريول يتكون من 9 مجموعات تريبل الثلاثه ب 27، لا قللنا خلينا فيه 20 بس، ليه؟ والله لما تقلل الوزن ممكن يسمح بشويه حركه. فهنلاقي مع بعض ايه؟ والله لقينا مع بعض ان الاجزون ده هو الجزء النشط في السيليا، الجزء النشط في السيليا، يعني الجزء يقوم بوظيفه حقيقيه في السيليا. مفهوم؟ جميل. واتفقنا مع بعض ان الجزئيه ما بتساويش، يعني ان الاي والبي اليولز ذات نفسها مش متساويه في الحجم، ده في واحده اي كامله 13 بروتوبلازم، اما البي فهي دي اللي اتاخد منها حته، دي اتحولت ل 11 بروتوبلازم بس. طيب كده خلصنا البيزل وخلصنا الاكسون، دي مع بعض ننتقل لاخر جزئيه من مكونات السيليا، نحاول نحلل مع بعض اخر جزء اللي هو الروت، اللي هو الجذر بتاعها. انتوا تخيلوا كده يا شباب، استنتجوا مع بعض ايه وظيفه الجذر غير التثبيت مثلا. بالظبط كده، وظيفه الروتلت هو الجزء اللي بيثبت. فين الروتلت في الرسمه ديت؟ والله الروتلت اهو، ده الروتلت يا شباب اهو. والصراحه مش عارف التركيب بتاع الروتلت، اعرف بس ان هو الروتلت ده الجزء بتاع التثبيت، اللي جزء مفتوح على ايه؟ مفتوح على السيتوبلازم، بيبدا يثبت السيليا في السيتوبلازم. ليه؟ لان السيليا المتحركه من ناحيه نثبتها من ناحيه ثانيه بقى. مفهوم؟ علشان ما تتخلعش، مش اي جزء معدي يخلعها وهو ماشي، كان لازم يبقى فيه الجذر يبدا يثبتها. وده كان بسيط يا شباب، كان الموديفيكيشن الاخير بتاع السنتريول. هل في موديفيكيشن ثاني؟ قال لك برضه في موديفيكيشن ثاني اللي هو الفلاجيلا، نفس تركيب السيليا بالظبط، بس ابتدى تطول في الحجم، الاجزون ابتدى يطول. ليه ابتدى يطول؟ عشان يناسب الوظيفه الجديده بتاعتها. وده كان ببساطه يا شباب التركيب بتاع السيليا والتركيب بتاع السنتريول. وبنهايه السيليا ديت اللي هو الموديفيكيشن ده، احنا كده خلصنا النون ممبرينس اورجانيلز. نفتكر مع بعض ان احنا بدانا الموضوع ده كله كان ايه؟ بدانا الموضوع ده كله كان ان احنا نبدا نقسم الاورجانيلز ذات نفسها. درسنا الممبرينس اورجانيلز في الميتوكوندريا بزولجي اباريتس في اللايزوزوم، وابتدينا نخش على النون ممبرينس اورجانيلز في السيتوسكيلتون فلاجيلا سيليا مايكروتيبيولز، الحاجات دي كلها نون ممبرينس اورجانيلز. وبنهايه حصه النهارده تقريبا خلصنا اول فصل او اول شابتر من الكتاب بتاعنا، علشان على ما نبدا ان شاء الله نبدا في جزئيه جديده من اجزاء الهيستو ان شاء الله. كمراجعه سريعه بس يا شباب، احنا نفتكر بيها او مقارنه سريعه نقارن بينها ما بين السنتريول وما بين السيليا. اول حاجه من حيث التركيب اللي شافوه تحت الالكترون مايكروسكوب. السنتريول حجمها كبير، بتتكون من 27 تبيول، بتتكون من 9 مجموعات، المجموعه ثلاثيه، من المجموعه الثلاثيه الاجمالي 27. اما بالنسبه للسيليا، هي السيليا كلها، ده بالنسبه للعنصر النشط اللي فيها، الجزء النشط اللي فيها البيزل نفس السنتريول، ده مرحله انتقاليه، الروتلت ده تثبيت فقط. الاكسون هو الاساسي، هو العنصر النشط، ده اللي بنقارنه ما بين السنتريول، ده بيتكون من كم مجموعه؟ والله ده احنا بدنا نقلل الوزن، مش من 9 مجموعات ثلاثيه، ده بدنا نخليها 9 مجموعات ثنائيه بتساوي اجمالي كام؟ يبقى 18. بس هل هم لقوا 18؟ قال لك لا، ده لقوا في السيليا ديت الاكسون اللي فيها لقوا فيه 20 تبيول. جه منين؟ لان في 2 تبيول في المنتصف اسمهم تبيولز المركزي، 2 تبيولز في المنتصف، وده هو عرف اتفقنا ان هو العنصر النشط. نهايه الحصه دي يا شباب احنا ان شاء الله خلصنا المحتوى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا شباب ونكمل درسنا ان شاء الله ونبدا حصه جديده. على مدار الحصه اللي فاتت كنا بندرس في ايه تركيب الخليه الحيه، وعرفنا مع بعض ايه العضويات اللي موجوده في الخليه الحيه، هي عضويات حيه، وبالتالي دي اللي بتبدا تكون حياه جوه الخليه. فعلى مدار الحصه اللي فاتت درسنا مع بعض ايه؟ والله درسنا عضويات زي النواه، جولجي ابيتاس، ميتوكوندريا، الحاجات دي كانت بتشترك مع بعض عشان تبدا تكون حياه جوه الخليه. طيب ابتدوا يلاقوا ايه يا شباب؟ لقوا مش مجرد الخليه نفسها ما فيهاش مجرد اورجانيل حاجه بس، ده في بعض المكونات اللي ما بتشاركش في الدور بتاع تكوين حياه جوه الخليه. مجموعه عضويات، مجموعه مواد بنسميها ايه؟ بنسميها انكلوجن. يعني ايه انكلوجن؟ يعني متضمنات، يعني حاجه مش مهمه لدرجه ان هم ما كلفوش نفسهم واختاروا لها اسم، سموها الانكلوجن او المواد غير الحيه. ودي تقريبا احنا سمعنا عنها على مدار الحصه اللي فاتت.
سمعنا عنها فين؟ والله سمعنا عنها فعلا في الحصه اللي فاتت لما كنا بنشرح مثلا اللايزوزوم، لما قلنا ان اللايزوزوم بيبدا يشوف وظيفته في ان هو يبدا يهضم الغذاء والميه او اي جسم غريب داخل الخليه، بيحاول يهضمها عن طريق الانزيمات اللي موجوده فيه. مش اتفقنا مع بعض ان هو لما يبدا يهضم الميه والغذاء اللي جوه الخليه دول بيكون في النهايه في حاجات ما بيقدرش يهضمها بيسميها الريدوال بودي. هتقول لي ايه العلاقه؟ يعني اقول لك ما هو ده دليل ان الخليه نفسها مش دايما فيها حاجه عضويه تعمل حياه، ده ممكن يبقى فيها ايه؟ والله ممكن يبقى فيها مواد متخزنه او مترسبه. وبعدين نرجع كمان شويه، مش هنلاقي لك في الخليه بتاكل فود غذاء او ميه اللي كان اللايزوزوم بيهضمها. جميل، يعني الخليه مش، والغذاء والميه ده عباره عن ايه؟ الغذاء والميه ده مش حاجه حيه يعني من ظروف الحياه. مفهوم؟ فلو ايه بقى؟ والله لو ان الخليه غير ان فيها اورجانيل حيه ودي درسناها على مدار الحصه اللي فاتت، لا ده لو فيها حاجه اسمها انكلوجين او مضمنات غير حيه. زي ايه المضمنات الغير حيه؟ قلنا اول مثال عرفناه ايه؟ اول مثال الفود، الغذاء. الغذاء اللي كنا على مدار الحصه اللي فاتت بنحاول نشوف عضو معين يهضمه وعضو ثاني يبدا ينقله وعضو ثاني يبدا يضيف عليه، ده هو الغذاء. الغذاء ده مش مكون حي جوه مكونات الخليه ومن حقه يدرسه النهارده. الغذاء ده قد يكون ايه؟ والله الغذاء ده اللي احنا بناكله، احنا دلوقتي حالا الغذاء اللي بتاكله ايه؟ قد يكون عيش، لحمه، دهون، الحاجات دي ايه؟ الغذاء والله قال قد يكون فات، قد يكون دهون، مواد دهنيه، او قد يكون كربوهيدرات زي كربوهيدرات وغيرها. ايه اللي مطلوب مني في الحصه ديت؟ والله اللي مطلوب مني زي اي عضو درسناه نشوف الشكل بتاعه تحت الميكروسكوب ونشوف السايز بتاعه. ليه مطلوب مني الحاجات ديت؟ والله لان الاستراكشر بتاعته تحت الميكروسكوب احنا اتفقنا الحاجات دي طول بعين المجردات، فاحنا محتاجين نشوف شكلها علشان نفرق الحاجات غير الحاجه ديت من عضويات حيه. فانا محتاج اشوف الستراكشر بتاعها تحت الميكروسكوب، وزي ما اتفقنا ولو في صبغه معينه تقول لي اسمها. ليه؟ لان الحاجات دي اصلا احنا اتفقنا انها ما بتبانش تحت الميكروسكوب، فانت محتاج تقول لي اكيد على مدار حصه النهارده هنسمع في بالنسبه للفات او بالنسبه للكربوهيدرات نسمع ايه؟ والله لازم تقول لي على اسم صبغه او تقول لي وتقول لي شكل بيظهر بالميكروسكوب، شكل الميكروسكوب عامل ازاي، ولو قلت لي اماكن معاها كويسه بسيطه. نبدا ان شاء الله ونقول مثلا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات، السايد بتاع الكربوهيدرات ابتدوا يدوروا ورا الكربوهيدرات، لقاها متركزه فين؟ والله انا عارف ان الكربوهيدرات اللي هو بيبقى فيه كربوهيدرات متخزنه زي ما احنا عارفين بالاحياء اسمها جلايكوجين. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم ان الجلايكوجين المتخزن بيبقى موجود فين؟ والله بيبقى مكانه في المصل والعضلات، انا مفيش اجتهاد في البدايه دي خالص، يعني الحاجه دي درسناها في الثانوي في المصل والليفر. في الكبد والعضلات ده الكربوهيدرات المتخزنه اللي موجوده فيها. فبنفس الكيفيه الخلايا بتاعه الليفر والخلايا بتاعه المصل بتبقى المسؤوله عن تخزين الجلايكوجين ده. لما بقوا يمسكوا اسباب ميكروسكوب وابتدوا يشوفوا خلايا المصل والخلايا الليفر لقوا ايه؟ والله لقوا الشكل ده. دي عباره عن خليه موجوده اهيت بالنواه بتاعها، دي بالنواه بتاعتها، ودي العضويات الحيه راف اندوبلازميك ريتيكولم، وده اللي شبه جورج ابريتاس، شويه لايزومات بقى وكده. جميل. نشوف فين مكان الكربوهيدرات في الخليه. والله الكربوهيدرات في الخليه او الفا بيبقى فين؟ بتبقى دايما في السيتوبلازم. يعني السيتوبلازم اللي احنا عمالين نخططه ده الشروط ديت لو لما بنحط تحت الميكروسكوب بنبدا نشوف ايه؟ بنبدا نشوف الكربوهيدرات اللي موجوده. فلو انتقلنا للاستراكشر وشفنا وعايزين نشوف الكربوهيدرات ديت بتبقى عباره عن ايه؟ قال لك لو محتاج عشان تبدا تدرس الكربوهيدرات ديت محتاج ايه؟ محتاج استخدم صبغه. دلوقتي عدى علينا على مدار الكورس ده عدى علينا تقريبا صبغات، اسامي صبغات كتيره، داتا ميوسين الصبغه الرئيسيه، بمرورا بالايه؟ مرورا بصبغات كتيره زي السيلفر في السيل ممبرين، ومعدينا بالايرون هيماتوكسيلين في الميتوكوندريا، والجيسون برضه، وجيسون جرين في الميتوكوندريا برضه. دي كانت بعض الصبغات درسناها. طيب عشان تشوف بقى الجلايكوجين قال لك محتاجين ندرس مع بعض صبغه جديده. استخدموا صبغه ايه علشان يبداوا يشوفوا جلايكوجين؟ استخدموا صبغه حاجه اسمها البيست كارمين. ما هي البيست كارمين؟ الصبغه اللي استخدموها ابتدوا يسبقوا بيها اجزاء الخليه بالسيتوبلازم اللي فيها علشان يبتدوا يشوفوا مع بعض الكربوهيدرات. ايه كان سلوك الكربوهيدرات لما صبغناها بالبيست كارمين؟ عملت ازاي؟ لو ايه؟ لو لما حطوا البيست كارمين حطوا بيست على السيتوبلازم ظهرت حبوب ايه؟ ظهرت كنقط حمراء، نقط حمراء. والنقط الحمراء دي هي عباره عن تجمعات من الجلايكوجين. استخدموا برضه شباب كمان صبغه ودي جديده عليكم برضه اللي اسمها ايه؟ صبغه جديده باس ستيت.
صبغه الباص. ما هي صبغه الباص؟ والله برضو دي نوع من انواع الصبغات اللي الجلايكوجين بتتفاعل وتاثر بيها، بتظهر لون ايه بقى؟ احنا كده اتفقنا في بيست كارمين، صبغه البيست كارمين بتظهر كايه؟ ريد. فاكر يا شباب الكارمين بتظهر ريد جرانيول كنقط حمراء موجوده في السيتوبلازم. طب الباص ستيم بتظهر كايه؟ بيربل بقى. حرف البي دوت يا شباب هناخد ايه؟ هناخد كلمه بيربل كمان مره شويه عشان بس نعيد. الكربوهيدرات اول حاجه اسمها الفود اللي موجود جوه الخليه. اغلب الحصه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن مش طبعا مش مفيش وظيفه غالبا سهله علينا. الحصه دي هتبقى اسهل حصه اسمها ليه؟ لان ما بقاش في فانكشن زي ما في العضويات الحيه كانت موجوده، دي مجرد ايه؟ مجرد انكلوجن، مجرد مواد زياده كسروا حتى جابوا اسمها. هيبقى في ايه؟ والله هيبقى بس كل اللي هنشوف شكلها لان نبدا نفرقها عن الحاجات الحيه. في حاجه حيه موجوده قدامك عايزين ودي لها وظيفه، حاجه ثانيه غير حيه وريني شكلها عامل ازاي بس عشان اتفاداها مش بيها. طيب ابتدوا يشوفوا الميكروسكوب، وقبل ما يحطوا الميكروسكوب كان في ايه؟ ابتدوا يستخدموا صبغه معينه. الصبغه اللي استخدموها ايه؟ في الكربوهيدرات. الكارب هيبقى ايه؟ بالنسبه للكارب استخدموا الكارمين. كارب خدنا من حرف السين نستخدم الكارمين. بيبان ازاي الكارمين؟ في الكارب اول ثلاث حروف اهو زي ما احنا شايفين الكارمين اهوت بتستخدم بالفوق الكارب. بيبان ازاي الكارمين اللي فيها ر ديت؟ بتبان ريد. واستخدموا صبغه ثانيه يا شباب اللي اسمها الباص نجيب منها اللون ده هيبقى لون ايه؟ هيبقى لون بيربل كلر. وده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكارب. يبقى نعرف الكارب اللي فيها بي اهوت في الاخر بتتصبغ بالباص وبتظهر بيربل. ودرسنا في الاماكن بتاعتها المصل والليفر. السؤال دلوقتي المفروض يصير يا شباب، هل شكل الجلايكوجين اللي موجود في المصل هو نفس شكله اللي موجود في الليفر؟ ده سؤال. والله عشان نبدا نجاوب محتاجين نجيب الميكروسكوب اللي احنا معتمدين عليه ونبدا نشوف اللي شكل. والله ابتدينا نرسم خلايا الكبد اهوت، فلنفرض دي عضله موجوده اهيت. نبدا نرسم الكبد اهوت، فلنفرض ده الكبد اهوت، وديت مثلا نفرض ان ديت عضله مثلا زي ما احنا شايفين دي العضله اهيت. ابتدينا نشوف الخلايا بتاعت دي. نفرض خليه اهي سيل موجوده في خلايا الليفر، دي سيل في الليفر. ودي مثلا نفرض ان عضله البايسبس اهيت بايسبس، دي نبدا نجيب منها سيل موجوده في خلايا العضلات. هل الجلايكوجين اللي هيظهر بنفس الشكل؟ لا يا شباب والله ده كان متوقع. والله ابتدى يظهر شكل غريب قوي. ابتدوا يلاقوا ان الجلايكوجين اللي موجود في خلايا الكبد، في خلايا الكبد موجود ايه؟ موجود متكتل. ده بالمنظر ده هو الجلايكوجين اللي موجود متكتل حوالين بعضه. ده توتال ودنس غامقه قوي موجوده جوه السيتوبلازم. اما بالنسبه موجود في البايسبس ما كانش متكتل، كان كل واحده لوحدها، ما كانش حدش طايق بعضه. فكان عامل ازاي؟ كان عامل بالشكل ده اللي احنا شايفينه، نقط منفرده واحده موجوده جوه الخليه. اما في الليفر ده كانت عباره عن مجموعه من النقط بس متجمعه. النقط اللي متجمعه كان اللي ابتدى يشوف الشكل ده بالميكروسكوب اللي اداها اسم ايه؟ قال لك والله دي شبه الورده، فهيسموها ايه؟ هيسموها الروزيت. اما بالنسبه للخلايا اللي موجوده فسموها الروزيت الشيب اللي موجوده في الليفر. ودي سموها ايه؟ الروزيت اللي سموها الفا جلايكوجين. نعيد تاني اللي احنا عرفنا المعلومتين دول. ابتدوا يشوفوا هل واضح ان الفرق كان اخرهم شويه. ابتدوا يشوفوا هل الجلايكوجين اللي موجود في خلايا في العضلات هو نفس الجلايكوجين اللي موجود في خلايا في الكبد. لقوا ايه؟ لقوا والله ان في اختلاف. الاختلاف بس في العدد. طبعا دي عباره عن جرانيول او حبيبات من الكربوهيدرات من الجلايكوجين موجود في الكبد الاثنين. بس في البايسبس او في العضلات كان ايه؟ كان كل الجلايكوجين موجود بس بشكل منفرد، بشكل وحيد. اما لما ابتدينا نخش على الكبد لقوا ايه؟ لقوا الجرانيول اللي كانت او النقط اللي بتاعت الجلايكوجين اللي لقوها لقوها متكتله، لقوها متجمعه على بعض. ده كان مبصر لقوه. سموا ايه بقى الليفر؟ جلايكوجين الليفر. سموه ايه؟ ده جلايكوجين الليفر. حتى فعلا الليفر ده او الكبد ده اللي بيخزن الجلايكوجين، فسموه الفا جلايكوجين. الفا يعني اساسي. اما بالنسبه للبايسبس يبقى موجود في صوره نقط منفرده، بيبقى في صوره جلايكوجين منفرد، ده سموه ايه؟ ده سموه بيتا جرانيول. واتفقنا المكان بتاعه بيبقى موجود في المصل اللي موجوده في الجسم. طيب ده بالنسبه لحاجه زي الكربوهيدرات اللي موجوده في الخليه. نيجي لحاجه ثانيه زي مثلا نيجي لجزئيه كده يا شباب، وهي جزئيه مثلا الفات اللي موجود في الخليه. نيجي لجزئيه الفات. محتاجين نشوف ايه عن جزئيه الفات.
محتاجين نشوف برضه زي ما درسنا حاجه بقى زي الوظيفه، مش هندرس مع بعض وظائف، هي مجرد نشوف السلايد المكان بتاعها فين ونشوف الاستراكشر التركيب الميكروسكوبي بتاعها عامل ازاي. الفات موجود فين في الجسم؟ الفات الدهون بيبقى موجود في الخلايا الدهنيه، اماكن الدهون في تجمع الدهون في جسمك، اماكن تجمع المواد الدهنيه في جسمك عادي، سواء الدهون اللي تحت الجلد سواء الدهون اللي موجوده بين الاعضاء مثلا، ده موجود، هو موجود فين؟ موجود في الفات سيل. لقوا فين تاني يا شباب الدهون ديت؟ لا والله في شويه دهون موجوده في الليفر، موجوده في خلايا الكبد. ده بالنسبه للمكان بتاعها، وكانت حاجه بسيطه خالص مش محتاجه مننا تعب. لقوا الاستراكشر بتاعتها عامل ازاي؟ عشان تجيب استراكشر محتاج حاجتين، ميكروسكوب وده يطلع لك صوره شفافه، اصبغ وصبغه عشان الفات تمتص الصبغه بطريقه معينه، تمتص سلوك معين تحت الميكروسكوب. ايه الصبغه اللي يستخدموها علشان يشوفوا الخلايا الدهون؟ والله دي هنا واقفه بقى. هيستخدموا ايه في البدايه؟ يستخدموا صبغه اشهر صبغه، الصبغه الاساسيه هيماتوكسين ايوسين، الصبغه الاساسيه بتصبغ الانسجه اللي موجوده في جسمك، هيماتوكسين ايوسين. وطبعا احنا عارفين قصتها. ابتدوا يجيبوا ايه؟ دي شرايح اختبار اهيت موجوده، دي شريحه اهيت، وابتدوا يحطوا فيها خليه، دي خليه فات، خليه دهون. ايه اللي ظهر لهم يا شباب؟ والله كان هقول لك فات اهيت، بص دي موجوده خليه اهيت، وطبعا الخليه فيها زي ما احنا عارفين الاقطاب بتاعتها اللي موجوده، فيها ايه برضه؟ ده فيها سيتوبلازم، السيتوبلازم ده هو مخزن الغذاء اللي موجود جوه الخليه، الغذاء قد يكون كربوهيدرات وقد يكون الخليه قد يكون فات. فعشان نشوف شكل الفات بنحط الصبغه، العلماء لو تتفاعل معاها في السيتوبلازم. الوضع عامل ازاي يا شباب؟ والله ظهر لهم المنظر ده. ايه اللي ظهر؟ ظهر المنظر ده. ايه المنظر ده؟ هو كده حاجه ظهرت؟ انا شايف ايه ده؟ ده ما فيش حاجه ظهرت. بالظبط يا شباب. لما ابتدوا يحطوا الهيدروكسين ايوسين على خلايا الفات، ايه اللي حصل؟ والله ظهر لهم سيجنت رينج ابيرانس. يعني ايه سيجنت رينج ابيرانس؟ يعني شبه الخاتم. سيجنت رينج يعني دايره او خاتم. مالها يعني ظهرت ليه؟ والله ده لقوا حته دايره كده ممسوحه جوه السيتوبلازم جواها فراغ. دي الصوره اللي ظهرتهم ماسكينها اهوت، لقوا الصوره ديت، لقوا دايره جوه، لقوا السيتوبلازم ظهر والاوضات ظاهره، ولقوا دايره ممسوحه في السيتوبلازم وحواليها الحلقه يسمونها سيجنت رينج ابيرانس. طب ليه الاسلوب ده ظهر بالنسبه للهيدروكسين ايوسين؟ اقول لك ليه. خلايا الدهون يا شباب، خلايا الدهون من الخلايا الحساسه للهيماتوكسين ايوسين، يعني لما تحط الهيماتوكسين ايوسين على خلايا الدهون، على خلايا الدهون اللي بيحصل مش مجرد انها بتظهر ولا ما بتظهرش، ده خلايا الدهون بتبدا تذوب بسبب الهيماتوكسين ايوسين. خلايا الدهون دي بتبدا الهيماتوكسين ايوسين تذوبها، ولما تدوب خلاص بيظهر مكانها فراغ، السيتوبلازم بيظهر عادي، المتحوط بيها هو اللي بيظهر، اما البتاع نفسها تبقى فراغ لانها دابت بسبب وجود الصبغه. فبيظهر بالنسبه للهيماتوكسين ايوسين بتظهر كسيجنت رينج ابيرانس. طيب انا مش واثق في كلامك، انا مش واثق في انك مجرد ما تقول لي الهيماتوكسين والايوسين كده تختفي مكانها تظهر. انا خدنا في عضو ثاني بيظهر، احنا برضه خدنا في جورجي ان بيظهر حاجه اسمها نيجاتيف جورجي ايمج، يعني برضه الجورجي نفسه مجرد ما بيظهرش ده معناه ان هو زي ما اتفقنا قلنا اللفظ اللي قلناه، بمجرد ان الجورجي ما ظهرش اصلا وادينا صوره نيجاتيف ده معناه ان هو ظهور، لان العضلات اللي حواليه ظهرت وما ظهرش. فانت مش مجرد تقول لي الهيماتوكسين والايوسين بتيجي تدوب البتاع، فانا محتاج حاجه ثانيه، محتاج صبغه حقيقيه تديني لون مميز مع الفات، ما بتكونش بتظهر غير في الفات. جميل. استخدموا ايه بقى يا شباب لما تقولوا يدوروا في الصبغات؟ والله استخدموا صبغه معينه اسمها بالنسبه للفات، بالنسبه للفات او خلايا الدهون استخدموا سودان. يعني الدهون اللي فيها دال عايزين يعملوا صبغه سموها سودان. ظهرت ازاي؟ ظهرت باللون الاورنج. جميل. يعني الثاني اللي قلناه هيماتوكسين وايوسين ظهر كسيجنت رينج ابيرانس، قال لك بس ده مش نافع، ده في فراغ، انا محتاج ايه؟ انا محتاج تجيب لي صبغه. تحس ان هو الحمد لله كل حاجه كانت بسيطه وكل حاجه كانت سهله ممكن ييسرها، بمعنى عايزين نبدا نشوف الدهون نستخدم، عشان نشوف الدهون اللي بالدال نستخدم ايه؟ نستخدم سودان ستان اللي بالدال. ظهرت ازاي؟ ظهرت اورنج. ظهرت ازاي؟ يعني برتقاني. هنحفظها بالشكل ده يا شباب. عايزين نشوف الدهون اللي بالدال نستخدم السودان، وبتظهر باللون ازاي؟ بتظهر بالبرتقاني. جميل. صبغه ثانيه استخدموها عشان يشوفوا الدهون اسمها الاوزميك ستين، ودي بتدي ايه؟ بتدي لون اسود، وده حاجه مميزه تقريبا مش هتشوفها يا شباب على مدار المنهج.
خلاص يا شباب، الدهون بنشوفها بالسودان او بالاوزبكستان. الاوزبكستان بتبان باللون الاسود. طيب ده بالنسبه للصبغات اللي موجوده. طيب زي بنفس الكيفيه البروتين الدهون ديت موجوده يا اما في الفات سيل او موجوده في خلايا الكبد. هل بتبقى موجوده بنفس الشكل الفيديو ديت ولا في اختلاف زي الكارب لما درسنا في الكارب؟ لا يا شباب، ان فعلا في اختلاف ما بين ظهور الصبغه في الفات سيل او في الليفر سيل. ببساطه يا شباب، ما في من غير كتابه خالص، بتظهر ازاي الفات سيل موجوده في الجسم؟ بتظهر كنقط او قطرات، كنقط او دروبلت، قطرات من الدهون موجوده في الجسم. النقط او الدهون دي بتبقى موجوده ايه؟ والله لما بتبقى نقط كبيره في الحجم او تبقى نقط صغيره في الحجم. بالنسبه للعضلات بشكل اغلب جسمك، الدهون بتبقى موجوده ازاي في الخلايا بتاعتها؟ بتبقى موجوده كنقط كبيره في الحجم. طيب بالنسبه للكبد اللي حجمه محدود بيبقى ازاي؟ بيبقى كنقاط الفات بتبقى موجوده كنقاط صغيره في الحجم. وده يا شباب كان اول مكون غير حي موجود جوه الخلايا، اللي هو المكونات الغير حيه. اما مكون الفود، الفود اللي قد يكون كربوهيدرات او قد يكون دهون.